البيت مش مجرد مكان وسقف وناس عايشة جواه. البيت الحقيقي هو اللي بنرتاح فيه نفسيا وعاطفيا وروحيا. البيت مش بعفشه ولا أساسه، البيت بأهله، بجواه، بكلامه، بنظراته، بطريقته. لو كل واحد فينا بص لنفسه وسأل هو أنا بضيف إيه للبيت؟ هل بضيف له راحة؟ هل بضيف له كلمة حلوة؟ ولا أنا سبب التوتر اللي جواه والشكوى؟ لما الأب يختار هدوءه بدل العصبية، ولما الأم تختار الكلمة الطيبة بدل النقد، ولما الأولاد يتعلموا يسمعوا ويشكروا، عارف ساعتها روح البيت بتتنفس. على فكرة كلنا مسؤولين عن الجو اللي بنعيشه. البيت ممكن يبقى جنة لو كل واحد خفف عن التاني، وممكن يبقى سجن لو كل واحد شاف راحته بس. عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سيدة عائشة شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: كان في مهنة أهله، يعني كان صلى الله عليه وسلم بيساعد في شؤون البيت، مش تكلف ولا واجب، لكن رحمة ومودة وسكينة. البيت مكان لتصليح النفس ومعالجة الأرواح وتربية القلب. لو الكلام بيريح اتكلم، ولو الصمت بيطمن اسكت، ولو الابتسامة بتخلق فرق ابتسم. مفيش حاجة اسمها هو المفروض يبدأ أو هي اللي غلطانة أو العيال مش مقدرين. في حاجة واحدة اسمها أنا هبدأ علشان البيت يستمر. أرجوك يا أستاذة بلاش تحسسي جوزك إن بيته هو المكان الوحيد اللي بيحس إن غريب فيه. أرجوكي اعذري الزوج اللي يومه بيخلص في الشغل ويرجع تعبان محتاج دعم مش نكد وشكوى. اعذري الراجل اللي بيحاول يسعدك بس ظروفه المادية مخليه يلف حول ساقية المسؤوليات. أرجوكي اعذري الراجل اللي عايز يفصل ويرجع من شغله على هدوء ويزعل لما تقابليه بالمشاكل وشكاوى عن أهله وعن العيال. يا هانم الضغط النفسي صعب قوي، والحياة برا مش بيقابل فيها ملايكة. المنافسات على الشغل كتير جدا، والنفوس مش زي بعضها، والإحباطات تهدى شوية. انتوا موجودين عشان تشدوا من أزر بعض ويلاقي جنبه السكن والمودة. خليه دايما يحس إن بيته هو المكان الوحيد اللي بيلاقي في نفسه. أرجوك يا هانم يا أستاذة بلاش جوزك يحس إن بيته هو المكان الوحيد اللي بيحس فيه إنه غريب. طيب بص هقولك، مراتك مش قلة شغل طول اليوم وبتتحمل أي حاجة من غير ما تتأثر. هي إنسانة بتتعب وبتضعف، بس بتمشي نفسها علشان البيت يفضل واقف وعلشانك انت تفضل ثابت. انا مش جاي لومك والحل عليك، انا جاي بس افكرك ان الست اللي معاك دي محتاجة تشوف فيك الدعم، الهدوء، الحنية. مش كل ما ترجع من شغلك ترمي تقولك عليها، وهي اصلا شايلة مسؤوليات طول اليوم. هي بتقوم بدري تشتغل في البيت ورا العيال وتفكر في كل تفاصيلك وبتحاول تفرحك على قد ما تقدر، بس مين يفرحها؟ هي كمان لها طاقة، لها مشاعر، ولها حق تتشاف وتتسمع. يمكن تكون ساكتة بس مش مرتاحة، يمكن تكون بتضحك بس جواها مشاعر محدش واخد باله منها. لو شايف انك راجل بمعنى الكلمة
بيخلي وجودك يطمنها. انت خليتي لي الدنيا طعم. كلامك يطبطب عليها، تصرفاتك تكون سند ليها مش عبء عليها. كل ست بتتمنى راجل يعرف قيمتها ويقدر اللي بتعمله حتى لو كان بسيط. أرجوك يا أستاذ ما تبقاش سبب تعبها، خليك دايما السبب اللي يخليها قادرة تكمل. اوعى تنيم ابنك زعلان، اللي بيحصل له قبل النوم أخطر مما تتخيل. تخيل كده في لحظة صغيرة جدا قبل ما الطفل يغمض عينه، لحظة ممكن تغير يومه كله. لا، مش بس يومه، ده ممكن تأثر في شخصيته كلها. عارف امتى عقل البني آدم بيخزن مشاعر وذكريات؟ عارف امتى؟ قبل النوم، وخصوصا الأطفال. الطفل قبل النوم بيكون زيه زي صفحة بيضة انت اللي بترسم عليها. علشان كده احذر النكد قبل نوم الأطفال. بلاش تنيمه وهو مدمع، بلاش تنيمه على زعل، بلاش آخر كلمة يسمعها منك تكون أنا زعلان منك أو شوف بكرة يحصل لك إيه. الأطفال بيعيشوا يومهم مليان ضغوط ومشاهد، مدرسة، صحاب، توتر، صوت عالي، أو حتى مشهد في كرتون خوفه. قبل النوم محتاجين نفرغ كل ده، نرمي السلبيات ونعبيهم طاقة حب وأمان. طيب نعمل كده إزاي؟ اسمع معايا. أول حاجة، ابعد عن اللوم والتهديد والصوت العالي. قبل النوم ده وقت طبطبة مش وقت حساب. تاني حاجة، اقعد جنبه على السرير، احكي له حاجة لطيفة، اضحكوا سوا، طبطب عليه، بوسه بحنية. تالت حاجة، شجعه على حاجة بسيطة عملها النهاردة، حتى لو مجرد انه رتب سريره او غسل طبقه. رابع حاجة، خليه يساعدك في حاجة بسيطة في البيت، الأطفال بتحب تحس إنها مهمة. خامس حاجة، احكي له قصة فيها معنى، قرآن، خلق، ضحكة بسيطة. سادس حاجة، احكي له عن بكرة، عن خروجة، عن زيارة، أو حلم بيحب يعيشه. سابع حاجة، خليه يحس إنه ناجح، إن بكرة يقدر يحقق اللي نفسه فيه. بس عارف أهم من كل ده، ما ينامش وهو زعلان، ما ينامش وهو حاسس إنه مرفوض أو غلطان، لأن الحاجات دي بتخزن في قلبه، بتكبر جواه، ويطلع بعد كده في شكل خوف أو قلق أو عناد. طفل صغير نام في يوم من الأيام وهو زعلان من مامته علشان شخطت فيه من غير ما تفهمه. صحي تاني يوم مش بيكلمها، مش علشان عنيد، لكن عشان موجوع. صدقني البسمة اللي على وش ابنك قبل النوم هتفضل تلون أحلامه وتصرفاته في اليوم اللي بعده. قبل ما تنيمه خده في حضنك، امسح على شعره، بوسه على جبينه، وقول له أنا بحبك مهما حصل، وانت عارف يا بطل إنك دايما غالي عليا. اللحظة دي بتفضل في ذاكرتنا حية من واحنا أطفال لحد ما نكبر ونتعب ونفتكر مين طبطب علينا وإمتى. وخليك دايما فاكر، الطفل اللي بينام مبسوط بيصحى إنسان أقوى وأطيب وأسعد. البيت زمان كان صوت ضحك،
صوت ناس بتتكلم مع بعض، صوت أم بتنادي وأب بيرد وعيال بتجري حوالين الترابيزة. دلوقتي كل واحد قاعد لوحده وفي نفس البيت على فكرة، بس كل واحد في عالم مختلف، عالم جواه شاشة، ايد بتتصفح، دماغ مشغولة، وقلب مشغول عن أقرب الناس ليه. الموبايل اللي داخل حياتنا علشان يسهلها. احنا بنخسر ايه؟ عارف، بنخسر الحب العفوي، بنخسر الحكي والكلام، بنخسر التواصل الحقيقي، بنخسر ظهرنا في بعض. إدمان الشاشات بيقسم البيوت، بيخلي العلاقات تبقى باردة والقلوب تشتغل بحاجات بره وتنسى اللي جوه. بس الحل مش مستحيل، الحل مش مستحيل ومش محتاج إننا نرمي الموبايلات، فقط محتاج توازن. حدد وقت الشاشات، اعملوا وقت للأسرة من غير أي تكنولوجيا، اتكلموا، العبوا مع بعض حتى لو لعب بسيط، افتحوا قلوبكم واستمتعوا بلحظة سكون حقيقية من غير إشعارات. احنا مش ضد التكنولوجيا، احنا ضد إنها تاخد مكان الناس اللي بنحبهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. يعني ايه؟ يعني زي ما لك وقتك، شغلك، حياتك، في حق كبير للأسرة، للناس اللي حواليك. ابدأ خطوة، رجع لبيتك الروح اللي كانت فيه. وقت عيلة، مش وقت واي فاي.